الحمد لله والصلاة عليه وسلم. لازلنا مع ثاني لقاء من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. وكتاب الموضوعات الأحاديث الموضوع عليه بتوضع، وقلنا السبب كان إيه؟ إن كان يا إما سبب سياسي، يا إما سبب ديني، يا إما سبب هواء، أو سبب تكسب، عشان نحط حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ورسول ما قالوش صلى الله عليه وسلم. وزي ما اتفقنا لابد ان القاعده اللي معانا طول ما احنا ماشيين في الكتاب دوت ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش زي اي كذب، ومن يكذب على رسول الله فليتبوأ مقعده من النار. طب انت بتنقل كلام مكذوب، انت من الكذابين. انت لو نقلت كلام مكذوب عن رسول الله انت احد الكذابين، فتكون متثبت تماما، خاصه لما يجي لك حديث على من النت ولا اي وسيله وتبدا تنشره، زي ما جت علينا فتره كده من السنوات، ويمكن بترجع دلوقتي تلاقي واحد مصور 7 ورقات وبوزعها. ال7 ورقات مكتوب فيهم ايه؟ الامام احمد امام مسجد النبوي جاءه الرسول رؤيا وقال له ان مش عارف ايه يكتب الورقه دي 7 مرات يجي له شغل، ومش متجوزه تتجوز، ولو ما وزعهمش يتفقر ويجي له مصيبه. فتلاقي الناس مصورين 7 ورقات وزعوا. يبقى تكون متثبت انت لما تجي لك اي معلومه قبل ما تنشر حديث رسول الله اسال الاول ودور، لان الكلام اللي هتنقله قد يضر الناس في دينهم. لان ابن الجوزي في الكتاب دوت صنف الاحاديث الموضوعه على الاعتقاد، على التوحيد. يعني جاب الاحاديث الموضوعه في توحيد الله، الاحاديث الموضوعه في باب الايمان، الاحاديث الموضوعه في باب الصلاه، الاحاديث الموضوعه الصواب، عشان يبين لك قد ايه نشروا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك الهدف، فمن بعضهم هدف خبيث الاضرار بدين الله، والبعض كان هدف حسن، يعني كان هدف حسن زي ابو زرعه لما حط احاديث في صور القران عشان يخلي الناس تحب تقرا القران. ولا انا حطيت الاحاديث ديت احتسابا لله عشان اصرف الناس لقراءه القران بس، انا ما كانش قصدي حاجه، وده خطا. فمن باب التوحيد، باب الغيبيات، قالوا من ضمن الاحاديث الموضوعه ان اول ما خلق الله الفرس، واول ما خلق الله الفرس اول ما خلق الله القلم مش الفرس، فقال اجري، قال للفرس اجري فعرق. كلام سمج سفيه سخيف. ربنا اول ما خلق الفرس قال له اجري فعرق، الفرس عرق، فخلق الله منها نفسه. ربنا خلق نفسه بقى من ايه؟ من عرق الفرس ده. ايه الكلام؟ طب هو ازاي خلق الفرس وهو لسه ما اتخلقش؟ يعني كلام، يعني اي عاقل او اي حد بيفهم الكلام يقول لك كده. ربنا اول ما خلق الفرس، طب ما خلقه يعني هو رب العالمين، هو اللي خلقه، وقال للفرس اجري، الفرس عرق، فخد العرق بتاع الفرس ده وخلق منه نفسه. كلام يعني تافه. ايضا قالوا ان الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق الأرض، فقالت الملائكة طوبى لمن نزل عليهم هذا، وطوبى للأجواف التي تقرأ هذا. هذا كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوع، حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالش كده. أيضا قالوا، كل ده بنقل لك الحديث اللي حطها المصنف ابن الجوزي بعضها، لأن الكتاب جزئين كبير جدا، فأنا بجيب الأحاديث اللي ممكن تفوت عليك. يقول بينما وأنا ليلة أسري بي إذ قال لجبريل انزل فصل، نزله من على البراق صل. قلت ما هذا؟ قال قبر إبراهيم. طب قبر إبراهيم فين يا جماعة؟ في الخليل، في القدس، في المكان اللي حصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. ثم قال لي انزل فصل. بعد شوية البراق خد الطريق، يعني في غمضة عين البراق قال له انزل صلي إبراهيم، انزل صلي. قال له ايه هنا ده؟ قال مولد عيسى عليه السلام. كذب.
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال برضو أيضا الحديث دوت لما تسمعه تعرف أنه من الشيعة على طول، من الشيعة، لأن هجيب لك حديث عجبت الشكل حتى في الأكل والشرب. الأكل اللي ياكل رمانة يوم السبت تفضل تستغفر له الملائكة طول الأسبوع. طب لو كان ياكل بطيخة هيحصل له إيه بقى؟ إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ فلسه ده لسه فبيقولوا إيه الحديث اللي جاي ينتبه ده، يعني الشيعة هم اللي حاطين. يقول فيه إذا غضب الله جل وعلا أنزل الوحي بالعربية، نزل الوحي القرآن باللغة العربية. وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية. طبعا القرآن كله عربي، يعني ربنا غضبان علينا بقى القرآن ده كله غضب، القرآن ده كله غضب من الملك جل وعلا، عشان تبقى انهم يعني ايه رضا الله في الفارسية في الفرس، رضا الله في الفرس. ايضا في باب الإيمان بقى، طبعا احنا عارفين ونعتقد ان الإيمان بيزيد وينقص. انت بتعمل طاعة ربنا يقربك ليه، كل ما تعمل حاجة كويسة ربنا يقربك ليه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هو كده، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرفع الإيمان عنه، ينقص إيمانه. ولا يسرق السارق سرقة وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ينظر إلي يتطلع إلي الناس وهو مؤمن. يبقى الإيمان بيزيد وينقص، تكسر شوية تلاقي الإيمان نزل عندك شوية، تزود طاعة كده لا. قال جاء وفد سقيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا أيزيد الإيمان وينقص؟ قال زيادته كفر ونقصان، يعني لو زاد إيمانك تكفر، لو نقص إيمانك تكفر. مين قال كده؟ مين قال إن في الأمة حد إيمانه مثل إيمان أبي بكر الصديق؟ أعظم الأمة إيمان أبو بكر الصديق. مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول لا الإيمان يزيد وينقص؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لما تعصي الله ولما تتأخر شوية عن طاعة الله ينقص، ما عندكش وتتعاقب وتطرد، ما تعرفش تصلي لما تعصي الله، ما تعرفش تخشع، مش عارف تقرأ، مش عارف دايما كده لازم يعاقبك، فينقص إيمانك عنده. لما تقرب يقرب. من جاء بالحسنات فله خير منه، من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها. تقرب يقرب لك، إذا تقرب إلي عبد شبرا تقربت إليه ذراعا. وبالعكس بمفهوم المخالفة، إنك لما تبعد عن الملك جل وعلا. فبيقول لك لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد الإيمان ولا ينقص. ويقولون أيضا كذبا على رسول الله كما لا ينفع مع الشرك شيء لا ينفع لا يضر مع الإيمان شيء. دي مهمة بقى جدا. بقول لك زي ما بينفعش مع الشرك حاجة، يعني واحد مشرك لو طلع أموال الدنيا ربنا لا يقبلها فعلا صحيح، لكن اللي جاية دي هي اللي فيها مربط الفرس، لا يضر مع الإيمان شيء. بقول لك طالما أنت مؤمن اعمل اللي أنت عايزه عشان يضر الدين، عشان ضرك وضر أي حد. طب أنا مؤمن خلاص، أنا قلبي مؤمن لله، أعمل اللي أنا عايزه أعمله بقى خلاص. لا يضر مع الإيمان شيء. دي مصيبة، وده اللي قالوا به المرجئة قال لك إن لا يضر شيء مع الإيمان. طالما أنا مؤمن، أنا إيماني كويس، أنا خلاص أعمل اللي أنا عايزه، حتى إن بعضهم يقول لك يعني كثر من الذنوب فإنك قادم على كريم. كتر الذنوب، ده أنت جاي لكريم عشان يغفرها لك كلها. فلا يضرك إن العبد لا يعمل بالعمل الصالح الزمن الطويل حتى إذا ما قرب الموت عمل بالعمل السيء أو سبق عليه القلم فعمل بعمل أهل النار فدخلها. طب فين إيمانه اللي كان قبل كده بقى؟ وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن يختم له بخير. كان يسأله صلى الله عليه وسلم اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة، العافية في الدنيا بدون معاصي، وعافية في الآخرة بدون مؤاخذة.
يبقى أنت خايف، يبقى إيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أسألك العافية. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. وكان يخاف صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر والتابعين كلهم كانوا بيخافوا. ازاي كانش لا يضر إيمان مع الإيمان، لا يضر شيء. ازاي كان لا يضر مع الإيمان شيء؟ ازاي؟ يبقى أنت الهدف من الحديث دوت ان يقول لك اعمل اللي انت عاوز تعمله، اعمل اللي انت عاوز تعمله، وانت تخدم على كلام. طالما مؤمن خلاص. تقول له يا عم تعالى تصلي، يقول لك لا انا قلب ابيض واحب ربنا. هو مش بالشغل، مش بالصلاه، ده بالقلب. انا بالقلب ابيض. او واحده مش متحجبه او واحده متبرجه تقول لك لا انا قلب ابيض ما بعملش اللي انتوا بتعملوه ده. ايه بنعمله ده؟ يعني ما بنعملش. هي متخيله كده، هي متخيله كده، وسمعت حديث زي دوت خلاص. يبقى اللي عاوز يعمل حاجه يعملها. يبقى في باب التوحيد وضعوا أحاديث، في باب الإيمان وضعوا أحاديث طبعا كتير جدا، يعني كتير جدا فوق ما تتخيل. لكن أنا اخترت اللي ممكن تمر عليك علشان تبقى أنت منتبه وحريص تعرف دينك إيه. إنك لو غلطت هتتعاقب، إن الإيمان يزيد وينقص، إن دينك على المحك، دينك على المحك، حافظ عليه. ولو غلطت توب وتقرب إلى الله جل وعلا، عشان تبقى توصل سليم إلى الملك جل وعلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، عاملنا بما أنت أهل ولا تعاملنا بما نحن أهل، أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا عليك، وزادنا الخلق في غدا ترضى به عنا. اللهم فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، أد ديننا على المدينين، شوف رحمتك مرضى المسلمين، وارحم برحمتك موتى المسلمين. جزاكم الله خيرا على حسن